بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده من هاتريك، واثنين من الضيوف اللي موجودين معانا. معلش هنبتدي بقى ليديز فيرست بعد اذنك يا مروان. اتفضلي حضرتك، عرفي نفسك. زينب ابراهيم يونس، مدرس لغه عربيه ومدير مالي واداري بالمعهد الفني الصحي. اهلا بحضرتك يا استاذه زينب. نروح يا يمين المقصوره معلش. مروان محمد حمزه، مدرس مساعد باحد المعاهد العليا التابعه لوزاره التعليم العالي. اهلا بيك يا استاذ مروان. اهلا بحضرتك اعزائي المستمعين، استنونا وحلقه جامده جدا، واستاذه زينب واستاذ مروان ان شاء الله، وانتظرونا على اليوتيوب. حلقه جميله جدا، اوعوا تفوتكم. باي باي. ان شاء الله. باي باي. في نهاية هذا الشهر الكريم، ويكون كل يا رب كل واحد فينا يكون عمل اللي عليه في رمضان، ولسه باقي يوم يومين لسه الله أعلم، ولكن خلونا برضو ما نسيبش هذا الشهر الكريم غير في نهايته إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير، ولقاء جديد وهاتريك ومسابقتنا الأسبوعية اللي دوما حقيقة بنحاول ندور لحضراتكم على كل المعلومات الجديدة وبنقدمها لحضراتكم، وأنا أول المستفيدين قبل حضراتكم يعني. النهارده معانا 2 من الضيوف المتميزين جدا، بقالنا كتير جدا ما شفناهمش، هم زعلانين على فكره، بيحبوا يكونوا موجودين معانا في البرنامج، وايضا احنا في هاتريك بنحب ان هم يكونوا ايضا موجودين معانا. كالعاده موجود معانا فنان ما بيحبش يعمل حاجه كالعاده، يعني هو كالعاده موجود معانا ولكنه لا يحب العاده في اغانيه، لازم يكرر، لازم يدور على كل شيء جديد ما فيهوش مكرر. احمد الدرديري، اهلا بيك على المكسر يا احمد، ودوما بتدور على اجمل حاجه للمستمعين وحاجه مش موجوده غير عندك بس. يلا كده ناخد حاجه جميله صغيره من عندك ونرجع مره تانية سريعا جدا لضيوفنا الكرام. مروان كان بيتخانق معايا من شويه، بيقول لي باقي يومين او 3 ايام. طيب يا مروان معلش شهر جميل، شهر كريم طبعا. ويا رب يا رب يتقبل منا جميعا يا رب كل الأعمال، وإيه إن كان حد فينا غفل عن شيء أو حقيقة يعني أثر في شيء، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. تعالوا بينا أعزائي المستمعين نروح لضيوفنا الكرام اللي موجودين معانا داخل استوديو الهوا النهارده وهاتريك. ويمين المقصورة، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك حضرتك يا فندم، وحشتينا بجد والله. انتوا اكتر والله، كل سنه اتفضلي، طيبين وحضرتك بالصحبه بخير. الجميله دي. اتفضلي، تعرف بحضرتك. زينب ابراهيم يونس، مدرس لغه عربيه ومدير مالي واداري في المعهد الفني الصحي سابقا. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ويعني لغه عربيه زي ما احنا متعودين كده من حضرتك، يعني اكيد الفصاحه موجوده، واكيد الكلمات غير الطبيعيه وغير المعروفه موجوده عند حضرتك، صح كده؟ الله يخليك. ان شاء الله. الله يكرمك، ربنا يسهل. ان شاء الله ان شاء الله. يا ساره المقصوره، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ خالد. مروان محمد حمزه، مدرس مساعد اعلام باحد المعاهد التابعه لوزاره التعليم العالي. اهلا بيك يا استاذ مروان. اهلا بحضرتك. قول لي بقى كده، يعني دايما في هاتريك بتحب ان انت تدور على الاسئله الصعبه. عشان ما واضح كده تعرفش ان تجاوبها، في اسئله صح؟ صعبه كده. هو بدأ مع حضرتك وكمل عليا. دايما هو على فكره الثنائي الجميل ده متميزين جدا. لا بالعكس والله، مروان طبعا انسان مثقف جدا، بس انا بحب ان هو عشان هو معرفه قديمه فلازم ناخد وندي. شعرك ابيض يا مروان؟ تصدق خلاص. اعزائي المستمعين، يلا بينا كده نروح لاحمد الدرديري مره تانية، وتعرفنا على ضيوفنا الكرام اللي موجودين معانا داخل الاستوديو. نروح كده نعرف هاتريك من احمد الدرديري، ناخد منه هاتريك ونرجع نشوف الهاتريكات اللي موجوده معانا من ضيوفنا الكرام. يلا يا احمد اتفضل. الحقيقه سميره سعيد هي اللي احلى كادو بصراحه من احمد الدرديري، لان سميره سعيد يا جماعه صوت غريب، صوت حقيقه معبر جدا، حساس جدا، صوت بيعرف يؤدي كل ستايلات الغنى. يعني حبينا نتكلم عن هذا الامر، هناخد وقت طويل جدا، طبعا مش موضوع برنامجنا، ولكن يعني احلى كادو منك يا احمد، بشكرك عليه. طيب يلا بينا نبتدي كده هاتريك، ونبتدي بيمين مقصوره استاذه زينب. ايه راي حضرتك؟ ان شاء الله نبتدي مع حضرتك. ان شاء الله. الفدائيون. لا هو الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل جدا وما فيهوش مشاكل. معانا مكان احنا رحناه هنتعرف عليه من خلال الزجل، كاتبين ابيات زجليه بسيطه كده من حضرتك، هتقدري تسمعيها وتعرفي لنا المكان اللي احنا فيه فين. تمام. بنقول: فوق في شمال أفريقيا تلاقي الدولة دهية بروحها هناك، تتونس جوه صفاقس خضرة سوسة بتستناك، وفي قرطاج من وقت لوقت المهرجانات بتهل علينا، دولة جميلة كمان عربية لو هتزورها خدني معاك. ان شاء الله اخدك معايا باذن الله. تونس. وعد.
لما تحجزي او مروان مروان معانا انا بقى. قاعد في مصر. نقولها تاني. تونس ان شاء الله. تونس، تمام. تونس إن شاء الله. يبقى نقول كده المعلومات اللي احنا قلناها ايه. فوق في شمال افريقيا تلاقي الدوله دي هي بروحها هناك، يبقى مكانها فين؟ شمال افريقيا. تمام. تتونس جوه صفاقس، ما عندنا صفاقس طبعا دوله من الدول. خضره سوسه بتستناك، وفي قرطاج من وقت لوقت المهرجانات بتهل علينا. دوله جميله كمان عربيه، لو هتزورها ايه بقى؟ خدني معاك. قولي هاخدك معايا. هاخدك ان شاء الله. تونس طبعا، تونس الخضراء، اجابه إن صحيحه شاء يا الله. أحمد. مع حضرتك قلم؟ طيب هنكتب، يلا بينا نكتب، يلا بينا اتفضلي نكتب. لو سهران معانا نقط، طبعا في اسأل ودانك أعزائي المستمعين، هنفكرك بحكمة بتقول: الحياة أصغر من أن تضيعها في حزن طويل لا ينتهي. وإياك تقول على الفرح نقط، على الفرح نقط. يبقى احنا عندنا في هنا مكانين فيهم نقط. من خلال الاغنيات اللي هسمعهم او التوزيعات للاغاني اللي موجوده معانا هنبتدي نحل النقط اللي موجوده معانا دي. احمد الدرديري السيكونسر بتاعك والاورج، ويلا بينا كده ناخد اول تراك رقم 1 عشان هو هيكون مكان النقط رقم 1 في المقوله او الجمله اللي موجوده معانا هنا او الحكمه اللي موجوده. يلا احمد اتفضل. الأغنية دي اسمها إيه؟ مرة تانية يا أحمد، معلش. في وسائل مساعدة موجودة بره. انا عرفتها. أستاذة زينب. لا قرب لي المسافة شوية، أنا ودني مش موسيقية زيك. هو احنا بيبقى فيه الصبح وفيه إيه؟ الليل. يبقى بنقول بقى، بنقول النهارده الصبح نقول إيه بقى؟ بدل كان النهارده الصبح نقول إيه؟ بالليل. الصباح والمساء. يبقى نقول لا بنقولها باللغة العامية بقى. اللغة العربية مش نقول إيه؟ الصبح وإيه؟ صبح وإيه؟ صبح وليل. وليل. يبقى هنا عرفي كده الليل مؤنث لو الليل إيه؟ سهران معانا الليل الليلة. لا احنا الليلة يا سمرة. الأغنية اسمها الليلة يا سمرة بتاعت الكينج، صح؟ صح كده. تمام. طيب احنا كده عرفنا أول نقط موجودة معانا النهاردة، وهنبتدي نكمل بقى اللعبة بتاعتنا. تمام؟ يبقى احنا نقرأ كده من البداية، نقول هي راحت فين؟ سهران معانا الليلة. أيوة. هنفكرك بحكمة بتقول: الحياة أصغر من أن تضيعها في حزن طويل لا ينتهي. وإياك تقول على الفرح نقط. النقط دي هنعرفها من تراك 3 اللي موجود معانا. احمد الدرديري هيطلع الكيبورد بتاعه والسيكونسر ويعزف لنا عشان نعرف نكمل المعلومه اللي موجوده معانا. اتفضل يا احمد. محمد عبد المطلب. ده محمد عبد المطلب بذات نفسه. معلش يا احمد، مره تانية معانا في لجان بره، الدكتوره اسماء وزميلنا احمد الدرديري، وفي لجنه موجوده بره، ويلا بينا نسمعها. تقول على الفرح لا. هنكمل هنشوف يلا نسمعها مره.
يا استاذ زينب. ايوه حضرتك قلت ما بتسالش عليا ما ابدا بيسألش لمحمد، ما عليا بيسالش عليا صحيح. ابدا لمحمد عبد صحيح. المطلب. مدحت صالح كان مره كان بيغنيها في احدى الافلام، كان بيقول ايه؟ ما بيسالش عليها خالص. كان مدحت صالح حقيقة كان دمه خفيف جدا في اللقطه دي، ما بيسالش عليا ابدا. تعالوا بقى نقرا الحكمه ونقولها كلها كامله للساده المستمعين. اتفضلي يا استاذ لو زينب. سهران معانا الليله هنفكرك بحكمه بتقول: الحياه اصغر من ان تضيعها في حزن طويل لا ينتهي، واياك ان تقول على الفرح ما بيسالش عليا ابدا. أبدا. هو في فرح ما بيسالش؟ لا طبعا الفرح بيسال وكل حاجه، بس احنا اللي بايه ساعات بنرد وبنصده للاسف. طبعا اجابه صحيحه يا احمد. هنروح والزهر بتاعنا ونشوف لما هنرمي الزهر كده هيخرج لنا ايه، وهنوقع مروان في خانة اليك وهنحبسه في خانة اليك ولا لا. هنشوف عشان مروان اكيد ما جهز لنا بقى فكاهه ولا اغنيه ولا ايه، نشوف ايه الموضوع. ولكن خلونا الاول بس نروح لاستاذه زينب وهي هترمي الزهر مع احمد الدرديري ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا يا احمد اتفضل. ارمي الزهر شوف هيوديك لفين، حظك هيسمع وامشي وراه، حل السؤال وياه وفي النهاية جمع درجات وهتركات كتيرة تكسب بيها المسابقات وتكمل المسيرة وتعرف معلومات. لو رمت الزهر أستاذة زينب وحلت السؤال مروان باشا هيقع في خانة اليك. يلا بينا نروح لأستاذة زينب ونشوف ايه اللي موجود معانا ونكتب بعد إذن حضرتك. تعلمت مكافأة الأمين، مكافأة الأمين الذكي المتأني. تعلمت مكافأة الأمين الذكي المتأني. تمام؟ أول حرف من أول كلمة يا أستاذ زينب. التاء. تاني حرف من تاني كلمة. الكاف. أو تالت حرف من تالت كلمة. ألف عليها همزة يعني. رابع حرف من رابع كلمة. الكاف. وخامس حرف من خامس كلمة. متأني الياء. ها خامس حرف. 1 2 3 4 5 الهمزة. تمام. متأني. المتأني. الرابعة كانت اللي هي قبلها على طول. يبقى تكأكأ. كلمة عادية اللي احنا بنستخدمها صح يا مروان؟ على طول. طبيعية ما فيش حاجة. طالع متوكل بس. تكأكأ عادي يعني، انا مش شايف فيها اي مشكلة خالص والله. لا ما فيهاش حاجة خالص. حضرتك ما بتقولهاش في البيت؟ لا تكأكأ يعني مثلا في العيد عندكم ما تقولش تكأكأ الناس عندنا مثلا، او تكأكأ لا ما بتجيش غير في الأعياد كده. بيعملوا ايه في الأعياد؟ بيعملوا ايه في الأعياد؟ بيفرحوا. يعني ايه اللي بيحصل بقى بين الناس وبعضها؟ المعايدة المعايدة اللي بتحصل امتى بقى؟ لما ايه بيحصل ايه؟ التجميع. بالظبط، التجمع. يبقى تكأكأ بتعني اجتمع القوم وازدحموا. تكأكأ بتعني اجتمع القوم وازدحموا. تمام؟ يبقى هي هنا لما بنقول مثلا احنا في العيد طبعا، ويا رب كده يجعل كل ايامنا اعياد يا رب ان شاء الله، امين يا رب. فتكأكأ هنا اجتمع الناس او اجتمع القوم وازدحموا. يبقى هنا لما يبقى في العيد مثلا لو اجتمعوا عند بيت العيله مثلا، اجتمعوا عند حد كبير، يبقى تكأكأوا. صحيح. تمام. كلمه عاديه يا استاذ زينب. بتمر علينا كتير. طول اليوم. مروان انت بتصدق على كلامنا اللي بقوله؟ ماشي. بتشال منك 40 هاتريك يا مروان. اجابه صحيحه يا احمد. يلا نروح لسؤال المرحلة الثانية. وسؤال المرحلة الثانية دوما بنسأل على يعني شخص أو حد يعني مشهور. هو قائد عسكري مسلم قاد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 711 و 718 ميلادية، وده كان بأمر من موسى بن نصير والي إفريقيا في عهد الخليفة الأموي. طبعا كان الخليفة الأموي اللي هو مين؟ الوليد بن عبد الملك. بينسب إليه إنهاء حكم القوط الغربيين طبعا في إسبانيا. تاريخ ومكان الميلاد 670 ميلادية بشمال أفريقيا. تاريخ ومكان الوفاة 720 ميلادية بدمشق بسوريا. هل هو عثمان بن عفان أم طارق بن زياد أم الوليد بن عبد الملك؟ أنا كتبته طارق بن زياد.
طب احنا في الراديو هنشوفها ازاي؟ انا بقول يا جماعه لحضرتك خدوا يعني بالكم اللي من قاعدين في قبل- الراديو افتحوا من شاشه قبل الراديو عشان يعني تشوفوا. من قبل ما حضرتك بتقول الاختيارات انا كنت أيوة. كتبتها. لازم يسمعوا الصوت. طارق ابن زياد. طبعا هو طارق ابن زياد، طارق اجابه ابن زياد. صحيحه. بس هم غلطانين المستمعين على فكره، ليه؟ كان لازم يشوفوها يا استاذ زينب. لا انا ما قصدتش كده. ما توقعنيش مع لا انا جاي بقى اوقع، انا جاي اهدي النفوس. انا اقصد ان انا قبل الاختيارات. ايوه طبعا عشان معروفه عرفتها طبعا، وكتبتها على طول. معروفه طبعا. تمام اجابه صحيحه. طيب طبعا انت في خانه يك يا استاذ مروان، خلاص ونقول قريب ان شاء الله دكتور مروان ان شاء الله. فيعني نسيها صح؟ عندك في خانه ايه؟ نسيتها ناسي خانة اليك يعني مش مشكلة هنعديها. لسه مش دلوقتي، لسه في سؤال وبعدين نخش في خانه اليك ان شاء الله. فانت مش هينفع تبتدي هتركك الا اذا بالنكتة البايخة بتاعتي حاضر. والله انت بقى وضميرك. هنروح للسلم والتعبان يا احمد، السلم والتعبان، ونفكر ساده المستمعين السلم والتعبان اللي لو استاذه زينب حلته هتعدي المرحله الثالثه خلاص، والسلم هيعديها المرحله الثالثه. لو بعد الشر ما جاوبتش عليه ترجع للمرحله الاولى تاني بعد الشر طبعا. بعد الشر. يلا بينا يا احمد. السلم والتعبان ده شكلنا للسؤال، يطلعك لجديد يا ينزلك لقديم. احنا بنعد على الاسئله يا استاذه زينب، ده احنا جايين نجاوب. استاذه زينب بتعد بتقول لي بدل الثلاثه بقوا 5، قلت لها هيبقوا 12 دلوقتي. ماشي. انتوا ما بين الخيرين حسابي يا استاذ زينب. الله يكرمك. انا عارف ان ضيوفي هنا الحقيقه ثقافه وعلم وناس ما بيهمهاش، بيخشوا في الموضوع بقلب جامد. بيقعوا في اليك. يا ده انت قلبك ابيض قوي قوي. السؤال بيقول: ما الحيوان الذي يستطيع لمس اذنيه بانفه؟ لا مش مروان بيحاول يشد قدام على فكره عشان توصل، بس لا بس انا عارفه. لا. عارفه. بس هو ما يعرفكش، ما قاليش بصراحه. ايوه لا. استاذه زينب، نعم. ما الحيوان الذي يستطيع لمس اذنيه بانفه؟ حيوان يستطيع لمس بأنفه. احمد الدرديري ابتسامته في اختيارات؟ لا سهل، صح؟ احمد الدرديري بابتسامته عرفها، انا عارف احمد صديقي. الزرافة؟ من 3 حروف كده صح؟ لا يا لا بس أقول له- لو عرفت تبقى من 5، لو عرفت لا تبقى من 5. بالالف واللام طبعا، من غير الالف 5 واللام. مش الزرافة يعني. لا ده هو بيقولوا دايما حتى اول حرف فيه اكتر حاجه الناس بتحب تتسحر بيها في رمضان عشان بتقفل معاهم من 7 الصبح ل 7 بالليل. ايه اللي سمير غانم كان قال متزوج ماشي كل يوم فول لا، وطعميه. تمام كده. الفيل. الفيل طبعا. انا افتكرت من شيرين كل يوم فول وطعميه، انما هنا فيل بقى وطعميه. اجابه صحيحه طبعا يا احمد. عدينا عدينا يا مروان، ايه ده بجد؟ عدينا يا ليه واحنا مروان قاعدين وجاء الدور عليك واما لك واما عليك. فتخير عليا. فاختر يا اخي، فاختر ماذا ماذا تريد؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل لو كنت مكان مروان؟ يلا يا مروان. والله هو كان انت على طول عندي في الفوازير تتصل تقول قالوا الحل، هو الحل على طول، كنت صح. بتدور على اول واحد اما وبتاع. النكت ما بعرفش. يلا قول. يعني هي في نكته كده صغيره كده لذيذه. يعني هو كان في مدرس ماشي في الشارع جنب مدرسته، فقابل واحد بيسأل يعني كده، يقول له اعطيني مما اعطاك الله. فقال له خلاص هدي لك حاجه كويسه، ادخل خد لك حصه. عارف لو قلت بايخه هزعل منك. هي النكته اخيرا كده كلمه التهم لو هتزعل مني صح؟ ايه ده؟ هي دي النكته اللي هتزعل مني. لا بلاش، مش هتزعل مني. يلا نخش على طول يا جماعه، ومجهود مشكور يا مروان. يلا بينا نروح لسؤال الاولاني خالص بتاع الدوله او الزجل اللي احنا نتعرف عليها من خلال الزجل. تمام؟ وننسى النكته اللي قالها مروان، ولا يعني احنا زعلنا بس هنعديها. ليه كده؟ زعلت كده. فوق في شرق اسيا تنادي شعب كام مليار عايشين؟ شنغهاي او هونج كونج تلقى فيها كمان بكين. سور عظيم حواليها يحمي اسمه ده على اسمها، فحم تلاقي وغاز طبيعي وخام حديد على أرضها. فوق في شرق آسيا تنادي
شعب كام مليار عايشين؟ شنغهاي أو هونج كونج تلقى فيها كمان بكين، سور عظيم حواليها يحمي اسمه ده على اسمها، فحم تلقى وغاز طبيعي وخام حديد على أرضها. دي طنطا طبعا والله. دي طنطا صح؟ لا جابوا لنا الكورونا بالظبط. الصين. أين؟ الصين. طبعا. وخلونا كده نقول إن المعلومة اللي موجودة معانا إحنا في شرق آسيا، طبعا هم مليار و400 مليون. طبعا عددهم بالظبط مليار و400 مليون بالظبط كده. يعني الله اعلم طبعا، يعني المعلومه دي كانت النهارده فهم لحد النهارده كانت مليار و400 مليون. و طبعا سور الصين العظيم طبعا ده من العجائب طبعا، مدنها بكين شنغهاي بالظبط كده. وعندهم كمان الفحم، وعندهم الغاز الطبيعي والخام والبترول كمان، عندهم بترول كمان كويس جدا. فيعني الحقيقه انا شايف ان المعلومه دي يعني فيها مجموعه يعني معلومات كويسه قوي عن البلد. يعني اجابه صحيحه طبعا يا مروان. ويلا بينا نروح لمروان لما هيبتدي يكتب ونشوف كده السؤال اللي جاي معانا. احنا ايه هنروح لفين دلوقتي يا مروان؟ لا مش هنكتب بقى يلا عشان ايه. اسأل ودانك. اسأل ودانك. يلا ودانك ايه اخبارها ايه؟ احنا كنا بنتكلم نحاول خليها تلمس انفك دلوقتي، فاكر؟ ايوه. انا ما شفتش في الحقيقه النهارده غير المنظر ده جميل جدا. مروان بيشل فعلا في ودانه يعني لو كنا في صوره اعزائي المستمعين كنتوا هتشوفوا حاجه جميله جدا. طيب نروح نحن والحياه يا مروان. نحن والحياه نقط لاننا نقط، خلينا قلنا نقط لاننا سنعيش مره واحده. سنعيش مرة واحدة فقط، فلماذا لا نقول للكراهية نقط؟ على فكرة أستاذ زينب كانت حلتها في المسابقة بتاعتها، بس طبعا ما كانتش في مكانها، ولكن هي موجودة معانا. هنفتكر مع بعض دلوقتي وحضرتك هتتذكري حضرتك اللي قلتيها يا أستاذ زينب. غششها لي بقى. يلا أحمد الدرديري هتعزف لنا التراك رقم 2 من فضلك، وعشان نحطه بعد نحن والحياة. يلا يا أحمد اتفضل. لا مروان شاطر ودنه موسيقيه. يبقى نقول كده، نقول بس انا ناسي. يلا قول. نحن والحياه حبينا بعضنا. طيب كمل. لأننا سنعيش مرة واحدة فقط، فلماذا لا نقول للكراهية نقط؟ نقط. هنشوف النقط دي هنشوفها مكتوب فيها ايه لما احمد الدرديري السيكونسر والكيبورد ويعزف لنا تراك رقم 4. واحمد الدرديري كان بيقول لك ايه من شويه؟ شكلك ايه؟ والله ما شكلك قريب ايه؟ قريب ايه بقى؟ انت ما سمعتش؟ لا بيقول لك يا نهار ابيض، ده بيقولها لك ما بره بيغششها لك اهو. شكلك قريب المخرج. يلا ما فيش مخرج معانا بس شكلك قريبه يعني. لا بتاعت صباح طبعا. يبقى نقول الجمله بقى بشكل كامل. نحن والحياه حبينا بعضنا لاننا سنعيش مره واحده فقط، فلماذا لا نقول للكراهيه لا؟ تمام. وصباح اللي بتقول انت هتغنيها. لا حلو كده. الناس هتقفل. افتكرتيها يا استاذ زينب؟ حضرتك قلتيها هتمشي على فكره في الاثنين. لا على الفرح تمشي الاثنين. اجابه صحيحه طبعا يا احمد. ونروح لإرمي الزهر. واكتب يا استاذ مروان من فضلك. بكتب اهو. انا بكتب والله. راجعت مخبار المخبار اللي احنا تجاربي المخترعة. ماشي. يبقى هناخد اول حرف من اول كلمة. الاول يبقى حرف الراء. تمام. حرف ايه؟ نعدي نعمل لا معلش عايز اسمعها تاني لو سمحت.
حرف الراء. الراء. يلا. فكره اللدغ دول والله يا ابني عايز اقول لك يعني ده ناس فرنساوي ده. جمال. قول يلا. ها انت جايبها لي كلها الراء. ده انا بحبك والله. قول يلا. حرف الخاء. التالتة. تجاربي. حرف الالف. تمام. المخترع بقى هنحسبها بقى من الالف والميم بالالف واللام. بالالف. طيب يبقى خاء. تمام. يبقى رخراخ. رخاخ. رخاخ ولا رخاخ. ايه؟ ماذا رخاخ. تعني كلمة رخاخ؟ ده اللي بيرش رش 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 الرخ ولا ايه ظروف؟ الرف مش الشاش. ها يلا. ماذا رخاخ. تعني كلمة الريح عليها شدة الرخخ. الرخاخ. ماذا تعني كلمة الرخخ؟ الكلمة الطبيعية دايما رخ. احنا بنقولها زي التكأكأ الطبيعية. هي تكأكأ. ليه بتحسسوني ان انا بجيب كلمات مش معروفة يا ده جماعة؟ جاي من الهطول يعني لما اقول رخ المطر. لا يعني مش بس يعني ايه؟ قريبه بس عايزه ايه النون الاسم يعني ولا ايه؟ لا يعني هي برضو مش قريبة قوي، بس عارف لما تبقى ايه يا مروان؟ لما تبقى حاجة هي صعبه عليك هي مش صعبه. لا انا عارف، انا بحاول اسهلها لك. ده انا غلطان، مش هقول لك يا مروان. لا، انا كنت هسهلها لك. يلا. ايه طيب. انا منتظر. انا ما قلتلكش صحيح؟ لا لو قلنا حاجة صلبة ماشي. يبقى ايه عكسها ايه؟ ما الصلب عكسه الغازي والسائل. هو لا مش المادة السائل. الصلبة والغازية. لا اللي هي الحاجة القوية، الحاجة الناشفة لينة او بيسموها كائنات ايه؟ رقيقة رخوية. رخوة بالظبط. اللغة العربية تدخلت اهي. يبقى هي فعلا يعني رخاخ جاي من رخوة. ايوه بالظبط. اللين الرخو. يبقى رخاخ هنا، بس طبعا لو قلت الف ولام يبقى الره عليها شده. الرخاخ اي اللين الرخو. تمام. كمان بيقولوا ارض رخاخ اي لينه واسعه. تمام. لو قلنا نبات رخاخ هتبقى بمعنى هش. لو قلنا عيش رخاخ او رخاخ رغد وواسع. تمام. يبقى هي كلمة الرخاخ دايما يعني بتأتي بمعاني يعني إلى حد ما حسب الجملة بالظبط. بالظبط طبعا جدا 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 يا أستاذة زينب، وأنا سعيد إنك قلت كده والله. كلمة الواحدة يا وجاء من صاحبها بقى، يعني هو صاحب اللغة العربية اللي موجود معانا النهاردة هو اللي قال هذه الجملة، وشهد شاهد من إيه؟ من أهلها، من أهل اللغة العربية. أستاذة زينب طبعا إجابة صحيحة يا أحمد. طيب هنروح لسؤال المرحلة الثانية. جاهز يا أستاذ مروان؟ بحاول أجهز. طيب تبين من خلال البحث العلمي أن الأرض والشمس كانتا شيئا واحدا قبل أن يحدث الانفجار العظيم. طبعا دي نظرية كبيرة بتاعت الانفجار العظيم دي، الذي نتج عنه هذه الكواكب اللي احنا شايفينها حوالينا. ذلك الانفجار الذي حدث قبل آلاف السنين، بل وملايين السنين. طبعا زمان ما كانش فيه ملايين، هم كانوا بيقولوا ألف يعني مليون. عشان كده ليلة القدر طبعا لما كانوا زمان بيقولوا عاش ألف سنة، والراجل اللي كان بيقول طبعا عاش 1000 سنة ما كانش عندهم بقى مليون، دي ما كانش عندهم الحاجات دي كلها. فطبعا طلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ان طول أعمار ناس ان هو ربنا سبحانه وتعالى يكافئهم بليلة تعوضهم عن الأعمار الطويلة. فهو طبعا ربنا سبحانه وتعالى كافئهم بليلة القدر، وطبعا ما حدش يعرف وقتها امتى طبعا. الأمر الذي تحدث عنه البروفيسور الأمريكي بالمر. تمام. طيب يبقى هنا المعلومة بتاعتنا بتقول إن الشمس والأرض كانوا إيه؟ كانوا حاجة واحدة. طيب العلماء عرفوا هذه المعلومة بالصدفة، سمعوا الآية القرآنية اللي هقولها لحضراتكم أعزائي المستمعين، فحصل لهم نوع من أنواع الذهول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. صدق الله العظيم. تمام. رتقا يعني ملتصقين مع بعض. ملتصقين مع بعض. رتقا معناها كده. تمام. يبقى هما كانوا ملتصقين ففتقناهما أي تم فصلهم دي عندي بالظبط كده. والتي كانت في صورة نقول اختيارات ولا لا اتفضل انا سامح حضرتك. مش عارف، مش عايز اقول اختيارات، يعني ماليش مزاج، ماليش وقت. نقعد. طيب نقول في سورة الكهف ام الكوثر ام الانبياء؟ لا الكوثر لا طبعا. ليه الكوثر سورة طويلة.
دي اقصر سور القران. كم آية طيب هي؟ 3 بالظبط. يلا عايزين نعرف بقى، هل هي في طبعاً. في الأنبياء ولا في الكهف؟ لا سوره الانبياء طبعا في الانبياء، لان الكهف. بذكر حضراتكم يا جماعه قراءه سوره الكهف طبعا كل يوم جمعه، اكيد من الاشياء والعادات الجميله المميزه جدا 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 لكل مسلم. طبعا هذه الايه التي عرف من خلالها النبي الكريم عليه الصلاه والسلام هذه المعلومه. طبعا ايامها ما كانش عندهم قدره يفهموا هذا المعنى، ولكن القران نزل يا جماعه الى يوم القيامه. احنا بنقول القران يفسره الزمان، ده اللي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال القرآن يفسره الزمان وما زال كل يوم بالضبط بنتعرف على شيء جديد في هذا الكتاب الذي لا ينضب ولن ينتهي معاني فيه أبدا. إجابة طبعا صحيحة يا أحمد. طيب السؤال اللي جاي ده بقى، مش عارف مروان اللي كان بيمسك ودانه عشان يوصلها لأنفه هيعمل ايه دلوقتي؟ ما الحيوان، احنا بنتكلم طبعا دلوقتي على السلم والتعبان. تمام؟ لو جاوبت على السؤال هتعدي المرحلة يا مروان، لو ما جاوبتش بعد الشرح هترجع للمرحلة الأولى تاني. الذي لحمه أسفل عظامه. السلحفاة تقريبا. لا ده ايه ده ايه ده من غير ما يعمل حاجة. هو سايب ايديه. طبعا إجابة صحيحة. مروان مجهز لكم فزورة يا جماعة. لا قولها معلومة. الحيوان طبعا لو النملة دخلت أذنه يتوفى أو مات، طبعا الحصان. طبعا. يلا احنا كده عملنا هاتريك لهاتريك، لسه يتبقى لينا هاتريك أيضا مميز مع أحمد الدرديري، هنسمع حاجة من اختياراته ونرجع لحضراتكم سريعا جدا. حاجة جميلة وجديدة مش موجودة عند أي حد. يلا بينا نرجع تاني، وحضرتك عندك خانة يك. هل تتذكرين يا أستاذة زينب؟ بتلبس النضارة بتطلع السلاح بتاعها النضارة. أنا هوريكم. حضرتك محضر لنا حاجة لصلاح جاهين ان شاء الله. شفتي؟ أنا لنا زميلة يا جماعة والله ودايما بتذكرها بكل خير، أماني أبو السعود، أيضا بتعشق هذا الرجل، وهو الحقيقة طبعا كلماته رائعة جميلة، ربنا يرحمه طبعا. صلاح جاهين من المبدعين بصراحة. فانا تذكرت على طول، لو كنت في حاجه بفتكر زميلتنا اماني ابو سعود من الناس اللي فعلا بتحب جدا صلاح جاهين. اتفضلي يا استاذه زينب. بيقول بحر الحياه مليان بغرق الحياه. صحيح. صرخت خش الموج في حلقي ملاه، قارب نجاه صرخت قالوا مفيش غير بس هو الحب قارب نجاه. صحيح. وعجبي. طبعا دي كانت موجوده في الثنائيات اللي كان عاملها هو وعلي الحجار طبعا، وكان اللي ملحن كان سيد مكاوي اظن، كان ملحن سيد مكاوي تقريبا. من الحاجات الحقيقه الالبومات الجميله جدا قديمه طبعا، ويمكن مش ناس كتيره اقتنتها، ولكن يعني اللي بيحب صلاح جاهين وبيحب علي الحجار وسيد مكاوي بيدور على كل حاجه هو بيعملها او عملها وكده، بتدوري حضرتك عليها. اكيد والله فعلا حضرتك فعلا اصبتي، لان هو جميل. اجابه صحيحه يا احمد. هو طبعا ما كانش فيه سؤال، بس احنا بنقدم تحيه طبعا لحضرتك. اجابه صحيحه، ما كانش فيه سؤال، ولكن هي تحيه طبعا لحضرتك يا استاذه زينب. هنروح تاني على طول بقى لاسئلتنا وهاتريك جديد ونتيجه تعادل 1-1. طيب نقول حبتك يا غند المغنن تغيني أنارتك إيه؟ أنارتك يا غند المغنن برضو. أيوة. أستاذ زينب عجبتها قوي. المغنن عاير تنغات. مين؟ تنغات. جبتك يا عبد المعين. صحيح. جبتك يا عبد المعين، عايز تتعين. كمل قولها صح بقى. يلا حل لنا الطلاسم. انا جبتها كده. هي صح كده. يلا بس قولها بقى. يلا جبتك يا عبد المعين تعني. برافو. اتاريك يا عبد المعين عايز تتعين. صح كده.
والله عايز برافو يا اتعين انا مروان. فعلا. تحس ان هو كان بيحل في طلاسم لا، بيفك شفره خلاص بس انا جبتها في اخر كلمه. صحيح. اجابه طبعا صحيحه. هي لعبه، هي مجرد لعبه، ويعني بنحاول ان احنا ايه نشوف موضوع النقط دي لو اتشالت ممكن يحصل ايه فعلا. بتبقى دمها خفيف كده شويه. اجابه صحيحه يا مروان. وبلاش بقى السؤال الاخراني عشان خلاص وقتنا خلص. يلا نسمع اغاني احسن واحمد الدرديري ونرجع لحضراتكم سريعا جدا اعزائي المستمعين.